بسم الله نبدأ الحلقة. لا، ثانية واحدة ثانية واحدة بقى أوريك حاجة. ايه؟ بص، ادي أمي بتسلم عليك، تقول لك إيه؟ سيبنا نتكلم شوية وعلي صوتك. ماشي، مش محتاج أتكلم. حاضر يا طنط نايم. أتمنى تكون الرسالة وصلت. حاضر انا اسكت ومؤدب. نبدأ. ابدأ. ايه رأيك في اللي حصل مع ابراهيم سعيد وميدو؟ دي الأحسن إيه؟ أنت فاهم السؤال ده؟ مش عايز أتكلم. النهارده اول حلقة من حلقات القضايا زي ما وعدنا الناس ان احنا برضو مش هنبقى بنحلل بس او بنقول رأينا في الماتشات بس، احنا كمان هيبقى في قضايا مهمة تشغلنا وتشغل الرأي العام، نتناقش فيها ونقول وجهات نظرنا، وبرضو جمهورنا الكريم واخواتنا واصحابنا برضو يشاركونا. تنسوش معانا برضو هو اللايكات والتعليقات بتاعتكم وتقولوا لنا، عشان استاذ بنا ما بيرضاش يقول ايه لايك وشير وكومنت وسبسكرايب. وبعدين هيجي بقى استاذ محمد علي صاحب زفرين برودكشن هاوس اللي هي اصلا احنا بننتج عندها واللي هي صرفه كل ده ومكلفه، والراجل جايب لنا مايك عشان نقول له لايك وشير وسبسكرايب والراجل مش عايز. ولا انت ايه رايك؟ وصلي على حبيب قلبك كده. طب صلى ايه؟ صلى. ويلا باللايك والشير يكرمك الداري. تحية طبعا لأسطورة اليوتيوب وعالم ما وراء البحار، الأنكل أبو المعطي زكي. طيب، مين بقى المنبوذين؟ ايه؟ المنبوذين إحنا بالنسبة للي بيسمع الكلام أو العنوان ده مش حاجة ملهاش علاقة بالرياضة، وهي فعلا مش رياضة بس إحنا هنتكلم عليها في إطار الرياضة، لكن هي تشمل أي حاجة. ايوه. في نماذج عندنا رياضية لعيبة كورة اتحطوا في القالب بتاع موضوع المنبوذين ده. ايوه. يعني أصبح رغم إن هو له تاريخ كويس جدا في الرياضة، وطبعا له سلبيات، بس هو أصبح خلاص في الإطار ده طول الوقت. هو على طول في هو دور كويس، المتهم. هو كويس، هو وحش، هو طول الوقت بيتعاير. امم. خلينا ناخد مثال بقى. امم. مين أكتر لاعب أنت شايفه، أو يعني مورس عليه سواء إحنا النوع بنتكلم ده. عن لعيبة بقى، يعني خلاص مسيرتك ككورة، ايوه. مين بقى أكتر لاعب حاسس إن هو جوه إطار المنبوذين؟ هو اكتر اتنين مش واحد بس اتعمل فيهم ده، كابتن ميدو وكابتن إبراهيم سعيد. الله ينور عليك. عشان برضو ايه هي الفكرة، هي جزء من الموضوع، في جزء منه اهلي وزمالك. انت ممكن بتكره البنا مش عشان بنا وحش، بس عشان بنا ده ايه بالنسبة لك، هو من فريق منافس ليك، فانت عايز تدمره اعتقادا منك ان ده ايه، انت بتنصر فريقك او قضيتك، وهو في الحقيقة مش كده، بالعكس. فانت خلينا نبدأ. طيب نقول الاول، ليه طيب ميدو منبوذين، أو ليه من لا المنبوذين تعالى يعني؟ نتكلم عن يعني معلش اتنين اساطير، اتنين لعيبة كرة تقول قوي. ميدو ده اللي فهمني يعني حاجة اسمها احتراف، يعني احنا جينا لما كانش يسمع الاحتراف قبل ميدو يعني. طب أنا معلش، أنا كلمة أساطير دي بتعمل لي حساسية شوية، أنا مش عايز أديها لأي حد. احنا هنتكلم، اوكي. احنا كده حاسس ان انا اللي بنبذه مبدئيا. تمام. بس محمد علي مش قادر يعديها لك. مش قصدي والله، بس هي كلمة أسطورة دي احنا بنديها لناس كتير بقى، فعايزين انت قصدك في المبالغة يعني؟ مش عايزين المبالغة، ومش عايزين الاكستريم بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليه ده النهارده. بص خلينا نتفق، نجوم انا كبار بقولها من ما وجهة نقدرش نظري. ننكر. طب مش اقول لك انا وجهة نظري، ميدو هو اسطورة في الاحتراف، اللعيب المصري اللي عمل اقوى مسيرة قبل محمد صلاح. محمد صلاح طبعا خارق، كان بتكلم قبل محمد صلاح مين اللعيب المصري اللي عمل مسيرة خارقة؟ هو اللي بدأ يعني معلش، مش هو اللي بدأ، هو روما، أول واحد طلع اياكس، من سيلتا 17 سنة. فيجو، كمان مارسيليا. مارسيليا، توتنهام. لا ما ينفعش ما اقولش عليه اسطوره. وحتى معلش انا طبعا اهلاوي، بس ده حقه، الانصاف بيقول كده. اصل هي حته الاسطوره دي، انا مش الهدف منها ايه، الاسطوره دي هي اللي بتخلي اصلا خناقه ما بين اهلي وزمالك، اه فمش عايزين نحطها بس يعني على يا جماعه فكره لغوها مش يعني معنى، بلاش. بص يا بنا، مش معنى ان انا امتدح حد اني بنتقص من التاني، ده مش حاجه ما صح. هي بتتعمل كده، هي عندنا احنا بتتعمل كده، هنقول اسطوره يبقى انت اللي عندك مش اسطوره، مش ان احنا الاثنين عندنا هنا لعيبه مميزه ولاعيبه مميزه، لا، هي حكر تقريبا، لقب طيب، حكر على حد. طب رايك في مسيره ميدو؟ لا، مسيره ميدو في الكوره عظيمه، لكن وهي وقفت في وقت بدري قوي، 28 سنه تقريبا، او ما يكمل 30 سنه. بس انا عايز اقول للناس حاجه في الحته دي، الناس بتتهمه كمان، هننط بقى لحته المنبوذ، بتتهمه ان هو فشل في انه يكمل مسيرته و... ورجع من الاحتراف وهو لسه صغير وكمل في الزمالك. على فكره في نجوم اهلاويه
حققوا تاريخ كبير جدا. ربيع ياسين، محمد ميهوب، طاهر ابو زيد. أيوة. الناس دي ما كملتش يا جماعه، واعتزلت في 28 سنه او قبل ما تكمل 30 سنه وهي نجوم. ايوه بس احنا مش هي مش عارفين ده. بالسن. ما كناش في زمن السوشيال ميديا. هي مش بالسن، هي بالمفعول او الكفاءه اللي حصلت في السنين، يعني مش عدد السنين، الفكره في الكيف بتاع السنين دي انت عامل فيه إيه. في ناس قعدت 12 سنه 15 سنه في الكوره في فريق درجه تانية، فاهم؟ معلش يعني في ناس طلعت احترفت اخرها دوري برتغالي، دوري فرنسي، وفرق ليفل قليل. ليها اسباب، ولو هتلوم عليها ميدو في الاخر، ميدو بدا وهو 17 سنه. احنا كنا بنتكلم انه في بلجيكا وبعد كده هولندا. في جنك انا برضو بادئ بدري. ما في لعيبه تالقت وظهرت واتعرفت متاخر. ايوه صح حقيقي. ما تلوموش على انه هو انتهى مشواره، هو عنده اسبابه. ممكن حتى لو افترضنا ان هو زهد في الكوره، او ان هو خلاص انا حققت كل حاجه، او اوكي انتقده بقى في الحته دي. ابعد بقى عن حته انه ايه. بس ما تنساش تديله حقه. يعني هو انت بتقول كده ما ينفعش ما تديلوش حقه كلاعب كوره. هو عمل تاريخ قوي جدا. انا بقول لك ما تقعدش تقول لي المده. الراجل بدا بدري وحقق دوري هولندي وهو لسه ما كملش 20 سنه. ايوه ده ما اتحققتش في لعيبه نجوم وكملوا سن كبير. ميدو لعب على دروجبا. ميدو لعب على زلاتان ابراهيموفيتش. اوعى تنسى ده. ميدو راح يلعب مع توتي، اسطوره من اساطير روما، صح ولا لا؟ روبيكين ميدو في توتنهام كان رهيب. في الدوري الانجليزي كان لعيب قوي جدا، وكان هو وبيرباتوف يعني دويتو ثنائي قوي جدا، وكان بيتبادلوا. بس والاصابه هي اللي فرقت معاه برضه في توتنهام شويه، اللي خلت بقى لعيب زي كانوتيه ياخد مكانه. وبيرباتوف خد مكانه. بس بيرباتوف لعيب كويس جدا وجامد يعني حدوته. بس ما ننكرش ده ان ميدو عامل مسيره محترمه جدا، لعيب قوي قوي، فيرود يعني قلما يجود الزمان به. يعني نادرا ما تلاقي البروفايل بتاع ميدو كان فيرود سفاح. وجوهري، كابتن جوهري كان مقتنع بيه لدرجه انه جابه وهو 17 سنه يلعب منتخب اول، وكان مساهم بشكل كبير. فاكر ماتش السنغال طبعا. فلا ميدو ككوره ما حدش يقدر يختلف عليه. بس المشكله هي ان هو ودخل كمان في التدريب. بدأ مع الزمالك، بدأ بشكل كويس جدا، خد بطولة وكمل بعد كده مع وادي دجلة ماشي بشكل كويس. بعد كده بدأت التجارب. هو كان بيروح ويجي. هو من اللي طلعه محمد شريف لو تفتكر، من اللعيبه اللي طلعها في وادي دجلة. شريف، محمد شريف وزيزو كمان. هو كان بيروح، بس كانت مشكلته ان هو كان بيروح من التدريب شويه يرجع الاعلام، ومن الاعلام يرجع للتدريب. هو ما ركزش في التدريب. هو ده ممكن، هو ما بيركزش في حته واحده. ايوه هي دي المشكله ممكن مع ميدو، ان هو شاطر في كذا حاجه فمتشتت دايما فيهم، مش بيمسك حاجه واحده يركز فيها قوي. ممكن مؤخرا هو ركز في الاعلام قوي، يساب كل حاجه يعني، ده مؤخرا. لكن هو في الاول كان ايه، هو بيعرف يعمل حاجات كتير قوي فبيعمله في نفس الوقت، فده ممكن بيخلي برضه ايه يعني، بيخليه ما بيعملش 100% في كل حاجه. لو بتعرف تعمل حاجات كتير قوي ما ينفعش تعملهم في نفس الوقت. ده وجهه نظري بصراحه. صاحب بالين عشان تدي تركيزك لحاجه، فكمان كمدرب بالذات صعب قوي ان انت تبقى مركز في حاجه تانية يعني. ابراهيم سعيد لما بقول لك ابراهيم سعيد اول حاجه تفتكرها ايه؟ مشاكل. لا 6-1 ايه يا كابتن انت بتطبق، الله اكبر عليك. ابراهيم سعيد، لا ابراهيم سعيد مرتبط بالمشاكل. ميدو تحس ان هو طالع نازل. موضوع المشاكل ده بيهدى شويه. بيعرف. ابراهيم سعيد على طول الخط، لان ابراهيم سعيد دايما شغال على السوشيال ميديا، اكتف في حته الرد على الجمهور وفي البرامج بتاعته. تمام. فابراهيم سعيد حاطط نفسه في حته اطار المشاكل فتره يعني طول الوقت. طيب. شد وجذب طول الوقت كلاعب مش لا كلاعب ده امكانياته لا يعلى عليها. ابراهيم سعيد ده تحس ان الليبرو في مصر مكتوب باسمه. وطلعته في الاهلي من الناس اللي هي طلعت فريق اول على طول. كان في اقتناع تام باي مدرب بيلعبه. طلع احترف بدري في نادي كبير زي ايفرتون في الدوري الانجليزي. يعني ما خدش لفه مثلا عشان يوصل للدوري الانجليزي، لا راح الدوري الانجليزي. بس الكوميدي بقى هو اللي حصل معاه يعني. ايوه ما هو كنت لسه هقول لك رهيب يعني. انت رايح في ايفرتون وهتلعب ليفربول، عشان كده بقول لك تصبغ راسك شعرك احمر. ابراهيم سعيد مرتبط بمشاكل مهما كان الاداء حلو. بس موهبه ايه؟ لا موهبه جباره طبعا، فاهم. وكانت مشكلته في الايام فترته في الكوره، هي مشكلته كان دماغه الحقيقه يعني. بره الكوره يعني، مش الكوره، هو ككوره هو فارق وسابق كل اللي حواليه. ماتش 6-1 ابراهيم سعيد طرد يعني. يعني هو للاسف الحته دي عطلته شويه في الكوره. كان ممكن يعمل انجازات اكتر من كده. انا فاكر ماتش، لان هو كستايل وستايل لعيب سابق جيله اساسا بسنين. لما ابراهيم سعيد رجع الزمالك اول ماتش نزل يلعبه قدام انبي جاب جول نص الملعب تقريبا، فاكره.
واتصاب بعدها من نص الملعب. يعني فاهم. مم. بس انا مش جاهز، بس انا عندي امكانيات عاليه جدا. الموهبه جاهزه اه موجوده. فهما الاثنين ما فيش خلاف عليهم كوره، مم. لا يمكن ابدا تختلف عليهم كوره. المشكله الدنيا طبعا زادت، هم عندهم مشاكل وهم كوره وهم لعيبه برضه. ميدو لو تفتكر كانت خلافاته فتره كابتن حسن شحاته والواقعه الشهيره دي، وبعدها تصريحاته حته شويه شويه بيتلام عليه حته الغرور. انت شايف نفسك شويه، تتكلم عن نفسك الانا شويه، بتتكلم في الحته دي. ففتره الكوره بتاعت الاثنين كانت في شويه مشاكل مع الطلام، لكن ما عطلتش ميدو بالنسبه لي كتير، مم. عطلت ابراهيم سعيد اكتر بكتير يعني. اه دي فتره الكوره. ابراهيم سعيد ممكن قوته اكتر كانت مع الاهلي، يعني كانجازات مع الاهلي والمنتخب. كاستمراريه كان ماشي كويس في الاهلي، في بدأ يغير يعني بقى الانديه دي بدات تعطله جامد. فرجع تاني. فهم الاثنين، والاثنين برضو من قبيل الصدف، الاثنين في التدريب يعتبر شبه بعض. يعني بقى كابتن ابراهيم سعيد برضو بدأ شويه في جولدي، وفي الدرجه الثانيه برضو فرق كام فريق. ما طولش بس. بس الاثنين بيعملوا في الاول اداءات كويسه، بس ما عندهمش استمراريه حتى في التدريب. ما هو بس في الاول بيعملوا حاجات ملفتة. هم دماغهم مشغوله دايما. تمام. مش هننكر ان في حته حب، مش حب الظهور الاعلام، هم نجوم، فهم عايزين يفضلوا نجوم. ودي حته هتلاقيها عند لعيبه كتير على فكره. هو اعتاد خلاص ان يتم تسليط الضوء عليه، دي حاجه فاصبح طبيعيه ما تقدرش عنده تلوموا عليها، ان انت اصبح عنده حب للحاجه دي. تفضل في الضوء، تحت الضوء او كده. أيوة. لعيبه كتيره جدا هتفكر في الموضوع ده، فمش ما ده- هقدر الومهم عليه. ده هيبقى هيودينا لنقطه تانية مهمه، اللي هل ده سبب من اسباب ان هم دايما بيعملوا حاجات مثيره للجدل؟ هم بيفكروا في حته يعني انا عشان ابقى تحت الضوء دايما ممكن افكر اخد اللقطه، ان انا اعمل حاجه مثيره للجدل شويه. ابراهيم سعيد كان واخد حته الهجوم على الاهلي، وبعدين فجاه ما عجبوش الحال، اعتذر. لقى الدنيا مش ماشيه بشكل محترم. مش ما عجبوش بمعنى ايه؟ معلش عشان ممكن حد يفهمها غلط. لا، حاسس ان الهجوم يعني اللي هو فيه ده كده مدبر. يعني انا مش بهاجم اطلع اقول رايي وخلاص، لا انا حاسس ان الموضوع فيه قصد جامد، فلا انا مش هاخد السكه دي. وان انا غلطان يعني، صح كده؟ هو لا هو كتب على الكلام ده على السوشيال ميديا. ايوه، هو رجع ممكن فيه. الكلمه ده اول قلب تبان عليه. ان اصل ده كمان قلب عليه جمهور الزمالك، وده جزء بقى خلوه بقى حطوه بقى في حته اهلي وزمالك، ونبذوه جامد يعني. لان هو مش قرر يقلب من اهلي الزمالك. هو الراجل كان ماشي في خط، انا بنتقد الاهلي وبنتقد الزمالك، بس ممكن نقد لاذع جدا للاهلي، لكن البرنامج اللي هو كان فيه لقى الدنيا متعمده ومقصوده، والبرنامج ده معروف يعني مش محتاجين نتكلم عنه. فهو راح مقرر ما يمشيش في السكه دي، يعني حب يكشف الفكره الموضوع ده يعني. ايوه. فاتحط في حته اهلي وزمالك بقى. انت قصدك تهاجم الزمالك؟ لا، انا مش قصدي اهاجم الزمالك يا جماعه. انا مش قصدي، انا مش عايز اهاجم الاهلي بالطريقه دي. انا عايز ابقى بتكلم بانصاف. ايوه. لا، انا مش مطلوب مني ان انا هاجم شخصيه معينه، اوقع في النادي بالشكل ده. لا، انا اتربيت في الاهلي صحيح، ولعبت في الزمالك، بس انا بحترم النادي واهلاوي في الاخر. فهي ملهاش علاقه باهلي وزمالك، لكن اتحطت في خانه الاهلي والزمالك. ايوه. ميدو بقى، طب ميدو مشكلته ايه؟ هي نفس الفكره، بس انا بقى يعني وجهه نظري في الحته دي ان في جزء عند اللعيبه وفي جزء عند الناس، والناس يعني كل الناس، سواء مسؤولين سواء اعلاميين سواء جمهور، كلنا يعني. فكره ايه؟ انا دلوقتي شخص عملت حاجه غلط، انت ما بتجيش تقومني، انت بتيجي تدمرني، بتيجي ضرب 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 ضرب، ما فيش شتيمه. انا بسيب الموضوع كله واجي اقول لك يا انت يلي الله ينور عليك. وعارف اقول لك حاجه، ايه علاقته بالموضوع؟ وانت بتقعد تشتمني وانا ممكن اصلا ابقى مش فاهم ان عملت حاجه ديت. خد بالك، هو مش دايما في سوء نيه في الفعل، واللي قدامي ممكن شاب صغير لسه عقله مش كبير، فبيقلد حاجه شافها، هو مش مدرك ان ده صح ولا غلط، هو مش مدرك ده. بس هو بحكم الشباب، احنا الشباب بيبقى طايش يعني عقليتنا برضه في الشباب طايشه، مش متزنه، فممكن اقلد، ممكن اعمل. فلو انت على فكره انت بتقول من على الشباب، لا ده في مذيعين ردوا على ميدو كهجوم، عشان ما انا قلت لك مش جمهور بس، ده جمهور، ده اعلاميين ومسؤولين. يعني في مسؤولين خدوا برضو السكه دي عشان يكسبوا ود الجمهور ويخاطبوا الجمهور. اعلاميين ردوا عليه بالاسلوب اللي هو فيه المعايره ده. خلي بالك، هو ميدو بيحط نفسه في مواقف الهجوم، ان انا اتعرض للهجوم، بس الرد عليه هو اللي فيه مشكله. يا بنا، هي الفكره في بنا، هو ما بيهاجمش حد بالطريقه دي على فكره. انت دايما مضطهدني، انا مهما عملت انا السيء في روايه كلهم. فهنا بيخليني اعمل ايه بقى؟ عارف انت لو اجده ميت وجده ميت، هتخاف من ايه؟ بزيد بدل ما تحتويني. خد بالك،
الهدف دايما يا اخوانا مش ان احنا نكسر بعض، الهدف ان احنا نقوم بعض، ان احنا ننصح بعض، ان انا اقول لك يا بنا خد بالك يا بنا انت كويس جدا وممتاز ما شاء الله عليك، بس عندك عيب 1 2 3. زي الحاج كده قالت لي ايه؟ واتصال زي ما انا محمد علي. وانتوا قولوا لي برضه يعني هل انا محتاج اوطي صوتي ولا لا؟ كمل بقى. شايفه طنط انا سايبه. ف ميدو بيحط نفسه في اطار ان انا اتهاجم، بس هو ما بيهاجمش بنفس الاسلوب ده. يعني هو ما تلاقيش داخل في مثلا في حد وبيهينه او بيعايره او الكلام ده، لا هو تلاقيه بيثير الجدل. يعني مره واحده قرر يشجع بيراميدز في ماتش الاهلي وبيراميدز ملوش علاقه، فطبعا بتستفز جمهور الاهلي فهيردوا، فمنهم اللي بيردوا بالشكل ده. عشان انت خلاص، اما انت دايما حاططني في كورنر ايه؟ الشتيمه بص يا بنا، يعني انا من الحاجات اللي بجد مش قادر افهمها ان الراجل مثلا منزل ان هو صلى في الحرم عامل عمره، بدل ما تفرح له وتقول له ربنا يثبتك وربنا يهديك ايه وبتعمل ايه كميه يا اخوانا ده مش صح. والله ده ما يرضي ربنا. يعني لو انت شايف حضرتك ان ده يرضي ربنا، ده مش كده يعني. وقول لي يعني هل ده صح؟ لا ميدو يعني ده واحد انا قال انا اخطأت في ايه وايه وايه، تمام، وقال انا حصل لي موقف قدام ابني ما حبيتش انه يتكرر تاني وحبيت ان انا اصلح من نفسي. الراجل ده بيعترف وصريح مع نفسه، تمام. ايوه الاتنين رجعوا، الاتنين قالوا احنا غلطنا، فليه انت مصمم؟ فانت هو واحد بيعمل كده، فلما تشوف بقى في الموقف الكويس اللي هو انا واحد دلوقتي رايح اعمل عمره، انا واحد بتصور وانا ماشي. هو حته التصوير دي انت ممكن تنتقد عليها ناس كتير، بس مش ده مش ده عارف انت لما انا اكون في اقصى الشمال وتلاقيني عارف انت بقرب من اليمين، ما ينفعش تقول لي ايه انت سايب اقصى اليمين ليه؟ يا حبيبي انا اقصى في اقصى الشمال. وبعدين في الاخر انت بتتكلم يا جماعه على اعلامي وعلى حد يعني الكاميرا دايما بيستخدمها طول الوقت. هو حته حب الظهور ما تنكرهاش، بس في النهايه ده لو ده عيب عنده ففي الجزء الكويس، وانا دلوقتي بصور نفسي بعمل حاجه كويس. ايوه انا فرحان، انا ممكن اخد بالك. عارف لو انت بتقول له مثلا حلو اللي انت بتعمله ده، بس يعني حاول تقلل التصوير شويه الله ينور عليك، يبقى كتر خير. الله ينور عليك، قلت له حته حلوه. الله ينور عليك. عارف ليه بان انا ممكن اعمل حاجه مش عشان انا وحش، انا ممكن اعملها عشان فرحان. عايزك تقول لي ايه؟ كمل انت صح، انت شاطر انت، لانك خد بالك اصعب انواع الجهاد هو جهاد النفس. ده جهاد، انا واحد اتعودت اعمل كل حاجه غلط، في وقت ربنا بيعني على نفسي انت المفروض في الوقت ده تساعدني مش تكسرني. هتستفيد ايه؟ ده السؤال اللي مسأله لك، هتستفيد ايه لما تكسرني؟ لا ما فيش استفاده وترجعني للشمال تاني. اهلي وزمالك، اهلي وزمالك فرحان فيك او فادك فيك اهلي وزمالك، ان انا دلوقتي مش فادك فيك اهلي وكزميلك. لا هي الموضوع بيقلب كوره في حاجات مالهاش علاقه بالكوره، ما اعرفش ليه يا راجل ده احنا بنعمله اكتر من دين. خلاص احنا حاطينه بقول لك في احنا بنتعامل مع الكوره ان هي اكتر من دين. لسه فارس من قريب لو تفتكر كان كاتب محمد فارس كاتب كده، كاتب يا جماعه دي كوره مش دين. بقت بين الجمهور نفسه وبعضه. وبقى جمهور الاهلي مع الاهلي نفسه دلوقتي، وجمهور الزمالك مع الزمالك بيعمل كده في بعض، اللي هو بقى مش صح. هي احزاب دلوقتي خلاص. انا مثلا واقف مع الاداره او مقتنع بموقف الاداره، يبقى انت هنا لجنه، انا واقف ضد الاداره، يبقى انت هنا مش مقدر الانجازات اللي أيوة. بس ما بنقولهاش كده، يا ريتنا بنقولها كده، بنقولها بقى باهانات وشتايم. الله ينور عليك. اللي هو على فكره انت ممكن تيجي تقول لي يا عم انت غلطان في كذا، فمن اسلوبك هقبل. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا ايام النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد من الصحابه، وانا عايزك تعيش بجد وتتخيل ابنك داخل عليك بيقول لك ايه؟ بابا بستأذنك في الزنا. رد فعلك هيبقى ايه؟ لا قول. احكي لي بقى شاهد قبل الحذف. احكي لي. صح كلنا اي حد هيبقى شاهد قبل الحذف. صح عم علي؟ شاهد قبل الحذف. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقعد واتكلم معاه. قال له اترضاه لامك؟ قال له لا. لاختك؟ لا. قعد يعني يكلمه ويخاطب فيه النخوه والرجوله والمنطق والعقل. قال كذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم. فاللي ما ترضاوش على نفسك يا ابن الناس ما ترضاوش على ايه؟ على الناس. صح. وبعد كده راح ايه؟ حط ايده على صدره ودعاله. كلموش بالدين. اللهم اهد قلبه. هو احتواه. في علم النفس اسمه احتواء. انا لما الاقي شخص بيطلع عن القاعده
وبيحاول يعمل حاجات شاذة، ما ينفعش من الاول اتهمه، لان انا لو حطيته في قفص الاتهام انا وديته على طول ايه، انا صنعت مجرم جديد. ده اضطر ميدو في الموقف اللي احنا كنا بنحكيه بتاع العمرة ده، اضطر أيوة. ان هو يقول حديث او حاجة عشان ينفي بيها غلط اللي هو اللي بيتكلموا عليه. مم. فحط نفسه في اطار ان انت فاهم حلل قصدي؟ الغلط. نرد على اللي انت قلته ده، اللي انت قلته ده اصلا غلط. اضطر انت، بس انت هنا بيدافع عن نفسه عشان هو اتحط في اطار أيوة. لا ده انا كمان الدين عندي فيه مشكلة بقى، انت أيوة. هتهاجموني انا. هو ده المشكلة، ما خبوش عقله فعلا، اللي انت ما بتفسد اتكلموش معاه عليا، بشكل لا منطقي. وبتفسد عليا فرحتي. خد بالك ده مش فرحته هو بس، في الوقت ده مش هو بس اللي بيفرح، والله ربنا بيفرح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ خد بالك انا عارف انت، احنا متفقين ما يبقاش وعاظ دين، بس يا اخوانا احنا مسلمين، فديننا في كل مكان معنا يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني حياتي كلها ايه ومماتي لله رب العالمين. فانا كمسلم مربوط بده، يعني ديني حاكمني ومعايا في كل حاجه في حياتي. تمام. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لله افرح بتوبه احدكم من رجل كان في، يعني الناس بيقول لك ربنا افرح بتوبتك من واحد كان ماشي في الصحراء، وفي الصحراء بتاعت زمان مش دلوقتي، اللي هو لما مع القافله بتاعته البعير بتاعته وضاعت منه، فصحى ما لقاهاش، ان هي دخل يعني يقعد جنب شجره وينام فيها شويه يريح، يكمل مسيرته، ما لقاهاش لما صحى. فكده في عرف الصحراء ايه؟ ده مات. ده كده في عرف الصحراء ايه؟ مات. فنام، ولما صحي لقاها تاني، فمن فرحته قال ايه؟ صح لما لقاها فرحان قال اللهم انت عبدي وانا ربك. تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم بس بيعذره، انت خد بالك قال لك اخطا من شده الفرح، ربنا عذره والنبي عذره لانه يعلم ان هنا هو ايه من شده الفرح، قال ايه؟ الكفر. فانت دلوقتي ده واحد من شده الفرح يا سيدي عمل حاجه صورها من شده الفرح، انت كنت تقول ايه؟ اخطا من شده الفرح. بس انت لازم تفرح باللي ربنا بيفرح بيه، صح ولا لا؟ مع حضرتك ربنا بيفرح لما العبد يتوب، والشيطان بيزعل لما انت تزعل تبقى مع مين، ولما تفرح تبقى مع مين؟ اختار لنفسك. انت كلامك هنا بقى المنبوذين مش منبوذين كوره، يعني مش مساله منبوذين، انت المنبوذين دول في كل واحد حوالينا، اه اصحاب في دايره، الدايره اللي حواليك، في الدايره اكبر من كده، في الشغل، في المجتمع عموما. فان كانت قصه المنبوذ ده خلاص اللي انت شفته مثلا عمل حاجه غلط، فانت خلاص بالنسبه لك الراجل ده لو عمل حاجه كويسه يعني ياه. احنا حولناها من حاجه يعني ترفيه ونتبسط بيها لصراعات، نقلنا صراعاتنا الحياتيه. بص هي مش الكوره بس، هي السوشيال ميديا حولت المواضيع كلها لقضايا. انت متخيل ان المواضيع اللي بقت دلوقتي ممكن لو خناقه مشكله ما بين عريس وعروسه بقت رأي عام، رأي عام، واحد ياخد صف العريس وواحد ياخد صف العروسه وخلاص، ونعيش بقى في الموضوع ده. ده حقيقي. مواضيع غريبه بقت خلاص عايشه معانا، وبنقعد نحكم بقى على فلان ونحكم على فلان، ولو واحد غلط خلاص انت كده علقت له المشنقه دي، وهتفضل بقى الحته دي عايرك بيها طول الوقت مش لو انت هرحمك. عملت اي حاجه تانية. يا اخي ربنا بيغفر. يا اخي ده اللي قتل 100 نفس ربنا سامحه. معلش هو ميدو قتل 100 نفس، جمهور الاهلي وما بيرحبوش ليه؟ كذلك ابراهيم سعيد. مش جمهور اهلي بس، كله. انا عشان ما حدش ماشي يزعل. حاضر، لا ماشي على راسي. ميدو اتعرض لجمهور، اي حد ما بيرحموش تحت المسمى ميدو ده. بيتعرض لهجوم الاهلي والزمالك. ابراهيم سعيد اتعرض في فتره الزمالك، وهو مع الزمالك وبيهاجم الاهلي، اتعرض لفتره من الزمالك. هي المساله ايه؟ هي المساله انت معايا ولا عليا، مش أيوة. انا جمهور اهلي والزمالك. مين في دشنا ومين في دش العدو. انت مع مين او. وبعدين المشكله احنا رحنا، بقول لك في قصص، احنا بقول لك مع عريس وعروسه، ما بقتش اهلي وزمالك، المواضيع اختلفت خالص. السوشيال ميديا مديه الحق للناس انه انا لازم ابقى فريق ولازم احكم، لازم احكم ليه؟ أيوة. لازم احكم على مين اساسا؟ طيب يا عم واحكم ليه؟ يعني انت عايز تقول لنا نسكت ما نعلقش ما باش عندنا راي؟ انا بقول رايي. لا احنا مش هنقول زي الناس اللي بتقول لك اتفرج وانت ساكت. ايوه. لا قصدك ايه طيب؟ انت خلاص، هي السوشيال ميديا اجبرت العالم كله ان احنا دلوقتي انا موجود، مش بتفرج وساكت، انا موجود، فانا لازم اقول رايي. ولكن احنا بنتكلم في لما تقول رايك، ايوه اعمل ايه؟ خليك شويه فكر في اللي هتقوله، يعني حتى لو كتبته غلط امسحه تاني وارجع عدله. تمام. اللي انت قلته ده، لو انت بتنتقد حد غلطان، شايفه غلطان، ميدو غلطان، عمل حاجات بيغلط، بيقول كلام في الاعلام بيستفز، ونفس الكلام ابراهيم سعيد. ايوه اوكي. احنا ما بنقولش ان هم ملائكه،
لو انت استفزك وطلعت قلت فيه كان كلمتين 3 مش حلوين، ارجع امسح الكومنت، اكتب الكومنت تاني، سيب بقى الجزء بتاع الغلط اللي انت قلته خليه حلو جدا، وارجع في الحته ايه، تراجع. التراجع ده مش عيب، مش عيب. تمام. في حته ان انا شتمت او هاجمت او عايرت وحطيته في حته ايه، يا اللي عملت يا اللي بتعمل. المعايرة مش حلوة، صدقني المعايرة دي نقص والله. مفيش إنسان سوي ممكن يعاير، صدقني. لأن الإنسان السوي هو المعايرة سببها إيه؟ إحساس بالدونية داخلك بيخليك عايز تخلي كل اللي حواليك تحطهم في نفس الخانة عشان ما تحسش بالغربة. بس خلي بالك برضو ده جزء من الناس، يعني الجزء اللي هو سريع الهجوم اللي في اول لقطه، مش سريع الهجوم، الجزء اللي هو دايما كل موقف للناس دي مثلا، انا اول واحد بيخش يعمل كده ماشي، ده اقول عليهم كده. أيوة أنا بتكلم على كده، أنا ما بتكلمش على في ناس تانية، في ناس تانية الاجواء دي بتاخدها. الاجواء ان انا خلاص بيتقال الكلام ده فانا معاه، بيمشي مع مش قطيع، مش قطيع. هو الاجواء شداه ان احنا دلوقتي في فتره هجوم، فانا بدخل بشوف الرأي ده فبقرا الكومنتات، اساسا كمان بتاثر عليا على فكره. قرايه الكومنتات وانت قاعد بتتفرج على بوست بتاثر. انا من الناس اللي ممكن اقرا كومنت فاقرا بوست فاجي الكومنتات تستفزني اكتر، فبقى عايز اعلق اصلا. ممكن تبقاش عايز تعلق، تقرا الكومنتات تستفزك الردود تبقى انت عايز تعلق. صح. فخلي بالك خاربها انت على تويتر. فالجزء ده فعلا يعني عشان ما نظلمش الناس نقول انه مش كل الناس سويه، لا الناس اللي هي دائمه الفعل دي سويه. بص انا التعميم جريمه في كل شيء. ما ينفعش اعمم ان كله صح عشان ما نقعش في نفس وكله حلو وكله وحش. لا هو احنا بنتكلم عليه، معلش، ما هو السلوك الكويس انا مش ده اللي انا بتكلم عليه. انا هنا بنتقد سلوك خاطئ وبقول لحضرتك خد بالك ده مش صح. احنا مش عايزين نعزز من ده ونكتر من ده، احنا عايزين نكتر الخير، تمام؟ مش عايزين نكتر الشر، عايزين نكتر الاخلاق الكويسه المحترمه اللي نعرفها واللي اتربينا عليها من زمان. ده اللي احنا عايزين نكتره، مش نكتر فكره ايه الترند واللي يشد. النموذج بقى اللي برضو نفس الفكره ما تتحقق فيه ولسه بقى دول بيلعبوا كوره كهربا وشيكابالا طبعا. دول بقى يعني شايلين الموضوع بقى ايه، اعلام سوشيال ميديا جوه الملعب. ايوه لا بصراحه اللي بيحصل لهم اللي بيحصل لهم واللي متوقع يحصل لهم لو الموضوع استمر على كده بصراحه متعب مرعب. ده سبب الحلقه، ان يا اخوانا ده غلط. احنا عشان ما فيش حد بينور ويقول ده مش صح. الناس اعتادت الغلط وبقى بالعكس الغلط بقى مألوف، وبقى الغيره ان انت تتكلم باحترام وبرقي، مثلا ان انت تنتقد باحترام، بقى ده اسمه ايه؟ ان انت ضعيف. لان انت لا انت مايع، انت لا لجنه. الله ينور عليك، انت لجنه. اسهل جمله معلبه اتهام معلب تحطه باي حد، ده لجنه. لكن يا اخوانا لا، هي كوره وشيكابالا بيغلط وكهربا بيغلط، بس الاثنين برضه الاثنين بيرجعوا يقولوا احنا غلطانين بعد كده. وقت ما يغلط قول له انت غلطان في كذا، ما عنديش مانع او ما حدش عنده مانع في ان انت تنتقد الشخص ده غلط. ما هو لازم يعرف انه غلط. ايوه ده لازم تقول، بس الفكره مش ان انت تقول الغلط ده الفكره انت بتقول ايه او ازاي، يعني في الحالتين. والغلط ده في حد ذاته اللي انت بتنور له عليه ده للتقويم، ده اللي هيقومه. انا عرفت ان انا غلطان بان الناس كلها هجمتني في الغلط ده، صح. لكن مش الغلط ان انا هقول لك ده يا انت يا اللي عندك كنت. ايوه انت بتاخدها ايه، سب وقذف وتصفيه حسابات، وممكن تنقل الموضوع لحاجه ملهاش علاقه. تمام. فانت بتخلي اللي قدامك ايه، بتضغط عليه انه يزيد اكتر ويزيد ايه في عداوته ليك ويزيد في استفزازه ليك. في حين شيكابالا لما طلع مثلا من قريب مع بارنفاي هو لك انا غلطت في كذا. كهربا لما طلع برضه قال انا غلطت في كذا. يعني الناس دي عندها فكره ان هي تعتذر. هو ما عندوش مشكله ان انت تنتقده بس باحترام وبادب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان العبد لا يتكلم كلمه لا يلقي لها بالا، مش عامل حسابها. خد بالك غالبا الحديث ده كان قصده على السوشيال ميديا. يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا تبلغ الافاق، عارف انت تلف العالم. خلي بالك السوشيال ميديا ده مش اختراع، هو السوشيال ميديا ده هو كلام الناس. ايوه بس فجاه بقى قدام كل الناس، بقى اسهل عليك، بقى قدام كل بقى اسهل عليك تنتقد. ليه؟ لان انت الاول لو انت في وش الوش ممكن تستحي، لكن كانت مجالس وانت متداري. لا وانت متداري ورا الشاشه وانت متداري ورا الكمبيوتر، انت حاسس نفسك بطل. بس انت ممكن تقابل اللي انت شتمته ده وتروح تجري عليه تقول له ايه، عايز اتصور معاك. فالنبي قال لك ايه بقى؟ لان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا تبلغ الافاق، تلف العالم، يرميه الله بها في النار 70 خريف 70 سنه. وفي العكس خد بالك برضو، عشان انت لما تشجع
ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله، من رضا ربنا عليك انه يوفقك الكلمه. ان انت مثلا ايه، لقيت واحد ماشي عمل حاجه كويسه، واحد بيقول لك انا بطلت، انا عملت، فشجعته، فايه، لا يتكلم من رضوان الله فيدخل الله بها الجنه. طب هو خلاصة الكلام في الجزئية دي انه احنا خلاص عارفين ان في حد ممكن يكون عنده عيوب، تمام، خلاص انت عارف العيوب دي. صح. الجزء بقى اللي انت يخصك هو اللي بيغلط فيه، مالكش دعوة بالجزء اللي يخصه، الجزء الشخصي بتاعه هو بيحاول يعدل من نفسه، دي حياته الشخصية. اوكي، فمش هنطول فيها. الجزء بقى التاني اللي احنا عايزين يعني برضو نلمس فيه شوية، حتة الشخص نفسه، ميدو، ابراهيم سعيد، واي نموذج محطوط في الزون ده احنا برضو بنتعامل معاه ازاي؟ هي فكره مش شخص، يعني انا مش بتكلم على اشخاص بس، بتكلم كفكرة يعني اتعامل معاها ازاي؟ يعني انت دلوقتي مثلا بتعمل حاجة كويسة فصورتها، انا مش هلومك على حاجة زي كده. الحتت اللي انت بتستفز فيها الناس، الناس تخش ترد عليك، لو انت شخص مشهور او شخص بتكتب والناس وليك متابعين، يعني ملهاش لزوم. حاول ان انت ما تستفزش. انت ولو شخص حصلت، انت شخص ممكن مش هقول لك انت هتبقى قدوة، بس انت شخص ممكن تبقى انت شخص مؤثر، ايوه وبالتالي الناس بترد عليك. ايوه، حاول بقى انت كمان يعني تعدل في القصة دي، ان انت تبقى بتعمل فيها الحاجة كويسة. وكمان اللي فكره ايه، عادي تتجنبها اذا مش قادر، تجنبها شوية، خليها كل فترة. يعني انا مش عارف طاقة كل بني ادم. لا انا خد بالك خد بالك، احنا برضو مش عايزين نبقى مثاليين يا اخوانا، عادي احنا ممكن نغلط على فكره، مش عيب، انا اسف والله ما عيب. ومش عيب انك تمنع نفسك شوية لو انت مش قادر يعني اقول طبيعتي غلبتني، تعمل فيها ايه؟ اعتذر، ماشي، ده اعتذر. بسيطه. ولو اللي انت لو اللي انت هترد عليه ده انت مش حابه، ما خلاص ما تردش، ومش عارف ان انت مش عارف تحكم الكلام اللي هتقوله، ما تردش عليه، سيبه. الكاظمين الغيظ، ايه اقزم غيظك وعدي الموضوع من نفسك شطوش. طيب او امسح الكلام، والله حل كويس. ايوه عادي، مش عيب على فكره ان انا في ايديت وفي حاجات حلوه يعني، مش ولو ما فيش ايديت همسحه، ولو ما يتمسحش مفيش عيب، ان مش عيب ان اقول انا اسف، انا غلطت، حقكم عليا، مش عيب والله. ساعات والله في المناقشات اللي بتبقى على السوشيال ميديا دي، تلاقي واحد مثلا انت خلاص شديت معاه في الكلام، ويجي مره واحده يقوم قايل لك رد كويس يا عم حلو يا عم نهارك ابيض، الدنيا بسيطه مش مستاهله، حقك ده عليا، حلو في النص، تلاقي نفسك خلصت، الموضوع خلص بالنسبه لك، او بيهزر معاك، مش عارف تكمل هجوم ولا تعتذر، لان الموضوع خلص فعلا. صح. فحتى لو افورت منك، يعني عندك كذا اسلوب، كذا حاجه. ايوه، وفي المقابل بلاش احنا برضو نبقى ايه قاسيين في النقد لبعض، خلينا حنينين على بعض. عايز تقول لكم حاجه؟ والله لو عايزين تعملوا سبسكرايب ولايك وشير والكلام الجميل ده والله عشان في انتاج ممكن ما جبناش تاني. ماله. لا مكان. شكرا استاذ محمد اصيل، محمد علي. اشوفكم في حلقه جديده وضية جديده ان شاء الله. السلام عليكم.